في كل بيت وفي كل عيلة وفي كل أسرة أكيد بنلاقي طفل ما يسمى بالطفل الزنان. بيعمل إيه بقى الطفل الزنان ده؟ بيفضل يعيط ويصرخ ويدبدب في الأرض على كل حاجة عايزها، سواء كانت حاجة حلوة أو لعبة أو حتى عايز يلفت الانتباه له، أو عايز يخلي بابا أو ماما يردوا عليه. الحقيقة الطفل الزنان مش دايما بيكون زنان من أجل الزن، أو إن هو طفل زي ما كتير من الناس بتقول عليه رخم وزنان ومتعب جدا وبيعمل لنا انهيار عصبي في البيت. لا، هو مش دايما بيكون عايز يضايق أبوه وأمه أو العيلة، لكن أوقات بيكون عنده بعض الأسباب اللي المفروض إن احنا كآباء وأمهات نبحث فيها ونشوف هو إيه سبب الزن المستمر ده، ايه اللي بيخليه يقعد يتعب في نفسه جامد، زن 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 وعياط شديد جدا جدا لحد ما يحصل على الحاجة اللي هو عايزها. بعض الناس قالوا ان هو بيبقى بيختبر الاول مدى قدرة الاب والام على تحملهم، وقد ايه هم هيغضبوا وهيتضايقوا جدا وعايزين يسكتوه فيدوله الحاجة. فلما يلاقي الزن بيجيب نتيجة مع الاب والام، يا سلام، هيلاقيها لعبة حلوة جدا وبيقدر يحصل على كل اللي عايزه بالطريقة دي. والبعض الاخر قال لا، مش لازم يبقى عايز حاجة مادية معينة، هو نقصه اهتمام ونقصه أمور نفسية وتربوية كتيرة مش عارف يعبر عنها إلا بالطريقة دي.